الجزائر إخواني الكرام اليوم تركع للقرار الأمريكي. الجزائر إخواني الكرام اليوم تخضع لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب. الجزائر اليوم تتخشع أمام ما قاله ملمقس ناصر بوريطة في الاجتماع اللي دار في مدريد وسير من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بحضور المملكة المغربية صاحبة الأرض، بحضور جبهة البوليزاريو خوتنا هذوك بالمناسبة، واللي كيطالبوا دعما مدعومة من طرف الجزائر، كيطالبوا بالانفصال. خوتنا تحت الوالدين ولكن خوتنا ما غنفرطوش فيهم، بحضور الأشقاء في موريتانيا وبحضور الدولة الجزائرية. الجزائر اللي طالما كانت كتقول لنا بأنه هي ماشي طرف في النزاع، إذا الجزائر اليوم تطبع مع المغرب، تحضر في الاجتماع كطرف في النزاع، وتقبل مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب رغما عن أنف الجزائر. الإعلان دارته وزارة الخارجية الأمريكية، ما درتوش أنا، ما قالوش الإعلام المغربي، وتكتم عنه الإعلام الجزائري. احنا ما قلنا والو، احنا ما خبرناش، احنا براسنا تفاجئنا، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية هي اللي قالت لك الجزائر حضرات. تخيلوا معايا نتوما، عطاف حضر مع ناصر بوريطة في نفس الطبلة. احنا ما عندناش المشكل مع البوليزاريو، موالفين كنجلسوا معاهم، احنا اصلا بالعكس هذا هو المراد، هو انه نكونوا كاملين. جبنا يماك وجلستي معنا في الطبلة، جبناك من الجزائر العاصمة، جبناك جابتك ميريكان. تخيل، جبناك جابتك ميريكان وجلساتك معنا في الطبلة، قالت لك هذه غنعطيك شهرين. عقلتهم سعد بولوس ملي كنقول لهم غنعطيك الجزائر، كنقول لك نو، احنا ما نجلسوش مع المروك، احنا قطعنا العلاقات مع تقطع العلاقات وتجي تجلس في الطبلة وتقبل مبادرة الحكم الذاتي. بغيتو نقراو الخبر من وزارة الخارجية الأمريكية؟ نقراو الخبر مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية. تفضل. مرحبا خويا. 9 فيفري 2026 على 5:36 ديال العشية، بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. قامت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتسيير محادثات في مدريد بإسبانيا، جماعة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 2025 المتعلق بالصحراء الغربية. تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. أنا عاودتها 3 المرات باش تفهموا الإخوان. تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. والقرار شنو فيه؟ مبادرة اش؟ مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. تبون كان قال لك السي رضوان بان الحكم الذاتي ديال فرنسا ما عندهم ما يديروا به. اجلس، رغم مازال ما ولدته شمو اللي يرفض القرار، مازال ما ولدته شمو اللي يرفض القرار، مازال ما ولدته شمو اللي يرفض القرار. غادي يجلس معنا في الطبلة. انت ترفض القرار،
مازال ما ولدتوش امو اللي يقول لا الولايات المتحده الامريكيه. نشوفوا السي رضوان شنو قال قبل عافاك الا جات على خاطرك، نسمعوه واش ركع ولا ما ركعش. ركعناه ومازال غادي يركع. هذه غير الجلسه الاولى، وغنجلسوا ان شاء الله باذن الله في مارس ولا افريل ونركعوه مره ثانيه. الاخوان كيقولوا لك صك عضيله في التعليقات. وصك عضيله. تحياتي الاخوان في الصحراء، تحياتي. تفضل. راه شوف اخويا حتى يبدا يهضر على داكشي ديال المر والامر وكذا. زين. لونا الله يحفظك اختي. احنا عارفين باللي القضيه هذه تاع الحكم الذاتي ولدت في باريس، لم تولد لا في الرباط ولا في مراكش. زين. ولدت في باريس ودافعوا عليها من وقت شيراك. زين. من بعدها الرؤساء اللي تبعوه معناه باللي الحكم الذاتي احنا في التعريف نتاعو معناه ان هاد الناس عندهم الاختيار بين المر والامر. احنا نحترم الشرعيه الدوليه، اييه. العالم كله يشهد اللي معترف واللي ناكر شغلهم باستقلالنا الى يومنا هذا. الجزائر عمرها ولا خرجت من الشرعيه الدوليه. الجزائر من استقلالها الى يومنا هذا ما عمرها ولا تعدات على شعب من الشعوب. هاد السيد احترمته، وحتى دابا خليك مع الشرعيه الدوليه يماك. هاد السيد احترمته لما قال لكم بانه الحكم الذاتي خرج من باريس، ما كذبش. هاد السيد كرئيس دوله محترم قال الحقيقه، قال لكم بانه مبادره الحكم الذاتي خرجت من باريس. افيكتيفمون الحكم الذاتي خرج من باريس وتم التصويت عليه في الجزائر في 1962. ما كذبش، قال الحقيقة. واش كذب عليكم هذا الرئيس؟ ما كذبش، قال لكم الصراحة بصح نيت من باريس. وما يمكنش اليوم هو يخرج على الشرعية الدولية، لأنه لما كتدخل الموقع مجلس الأمن بلوتو الأمم المتحدة كتقلب على الدول اللي عندها وثيقة الاستقلال. كل هاد الدول المستعمرة واللي كانت مستعمرة عندها وثيقة الاستقلال باستثناء الدولة اللي عندها الحكم الذاتي وحده. تقلبوا نتوما راسكم الا بغيتوا تقلبوا في موقع ديال الأمم المتحدة غتلقاو دولة وحده، وهو ما يمكنش يخرج على الشرعية الدولية. إذا قلت اليوم الجزائر تركع، تخضع، تتراجع، تصفع. اعطيوني شي حاجه بعو كاع داكشي اللي فيه عو تتضعضع. كاينه في العربيه. ايه تضعضع. ايه تتضعضع امام المغرب وتجلس في الطاوله اللي بعد برافو الخوت قال لك تخنعوا. هي هذه تخنعوا. تجلس في الطاوله مع المغرب ماشي من اجل التفاوض على المبادره تصوتات عليها مجلس الامن، صوات عليها مجلس الامن صافي وتوزعات على الدول وترجمات وتقبلات والله يجعل البركه. اليوم وليتي طرف في النزاع، جلستي، فرضات عليك ميريكان تجلس، فرضات على مازال ما ولدتوش امو اللي تقول له ميريكان جلس في الطبله وما يجلسش. غتجلس في الطبله وجلستي في الطبله. شكرا. واليوم تخون العهد مع دوك المواطنين وديك الدولة اللي عندك في تيندوف، خنتي معاها العهد لأنك اليوم قبلت بمبادرة الحكم الذاتي. ويا ريت كون هذا الشيء سوقتوه في الإعلام، سوقتوه للداخل الجزائري، ما سوقتوش، سكتوا عليه ضاربين الطم باش ما يعيقوش بكم. ياك حنا خايبين ولا جيت تجلس معنا في الطبلة اخويا؟ ياك حنا مطبعين؟ ياك حنا يهود؟ لا جي اخويا تجلس معنا في الطبلة؟
ياك حنا ما زوينينش، ياك حنا مع اسرائيل، علاش جاي ما ضدك لينا؟ ياك حنا خايبين، حنا خايبين، ولكن غتجلس معانا بز منك بالهلا يطريه لك. تفضل السي امين، رايك في هذه العمليه ديال الخضوع والخنوع الركوع اللي ركعته اليوم الجزائر امام، شكرا الله يحفظكم، امام المملكه المغربيه؟ تفضل خويا. جات اخويا زوينه هاد التضعضع. دابا المصيبه الكحله ديال هاد التضعضع فيها شويه ديال الضعف والوهن، وفيها المذله والاذلال، وفيها الركوع، وفيها اضعفه واذله. ضعضع الشعب اي اضعفه واذله. انا دخلت دابا قاموس المعاني فعلا تاكدت من المعنى. اليوم الجزائر تركع وتتضعضع، وشي واحد قال لك تتبردع، وفعلا راه بردعناهم، اقسم بالله الا بردعناهم، ولو ان المصطلح راه ما كانش بالضبط في اللغه العربيه، ولكن راه معبر. اليوم تبون اللي كان البارح كما شفتوا في الفيديو الاخوان كيقول لك بان الحكم الذاتي صنع في باريس وكنخيروا فيه الناس ما بين المر والامر. اليوم الجزائر تتجرع الامر وتتجرع العلقم، وستتجرع اكثر من العلقم مع المغرب ومع المقص ناصر بوريطه. اليوم الجزائر اللي البارح كان تبون كيقول اللي بغى يندب يندب، واللي بغى كذا كذا، واللي بغى يسب يسب، واللي ما بغى تخلاش على الصحراء الغربيه، واللي بغى يجدب يجدب قال لك. اللي بغى يندب يندب، واللي بغى يجدب يجدب، ما نتخلاش على الصحراء الغربيه. اليوم تبون يرسل وزير خارجيته مطأطئا رأسه مذلولا مدحورا. قال له هذاك ذهب وهو صاغر، كما تنقولوا ذهب الى مدريد وهو صاغر، دخل الى السفاره الامريكيه كما تدخل الفئران جحورها. للاسف الشديد اليوم الجزائر تبرهن انها دوله اضعف من الضعف. اليوم المغرب يؤكد انه امه ودوله بطبيعه الحال برهنت عن علو كعبها في الدبلوماسيه. الحمد لله والشكر لله، والله ينصر سيدنا، واللي ما عجبو حال يخبط راسو مع الساريه القاصحه. وقلت لكم مرارا وتكرارا اخواني الكرام، حنا شادين الارض صحه، حاكمين لازون صحه. وقلت لكم مرارا وتكرارا، شكرا الله يحفظكم، ان الجزائر غتجلس مطأطئة الراس معنا في الطاوله على اعتبار انها طرف في النزاع. وهي اليوم دليل علاش غنعيطوا اخويا. موريتانيا طرف في النزاع، كاينه موريتانيا طرف من بين الاطراف، ها هي جلست. جبد لي تبون تيقول لهم حنا ماشي طرف، جبد لي تبون حنا تيقول لهم تبون ولا عطاف تيقول لهم حنا ماشي طرف. بما انك ماشي طرف ليش جلستي؟ بما ان المبادره الحكم الذاتي المقترحه من طرف المغرب واللي صوت عليها المجتمع الدولي مجلس الامن ما عجبكش، علاش جلستي؟ احنا ما عندناش المشكل مع خوتنا في البوليزاريو، كنجلسوا معاهم، كنا كنجلسوا معاهم. احنا عندنا مشكل معاهم، هادو ولادنا غاديين يرجعوا، صاحب الجلاله قال لهم ماشي مشكل رجعوا. ولكن انت ميمكنش البارح خنتي الشهاده وقلتي غتاخذ الكريدي، واليوم تخون الصحراء الغربيه في تندوف. على بركه الله، رايكم اخواني الكرام في هذا الخضوع وهذا الركوع اللي ركعته اليوم الجزائر، وهي اليوم معنا في نفس الطاوله في مدريد؟ ما كاش منها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك. رانا عندنا واحد بك نركعوا له ربي يبارك، ونركعوا له حتى واحد. جلستي معنا في الطبله اليوم. بالعاد عندكم انتم الركوعات سليمه، حنا رانا نركعوا ربي يبارك. ولكن جلسناك معنا في الطبله اليوم. كيفاش جلستونا؟ حنا رانا طرف محايد يا اخي، وهذا الشيء على بالك فيه. والمفاوضات في مدريد راهي بينك بين البوليزاريو وامريكا ثاني صافي طرف، موريتانيا ثاني صافي طرف، موريتانيا طرف، اسبانيا موريتانيا طرف، صافي اسبانيا ثاني راهي هي اللي تحتضن السمعيه ثاني راهي طرف.
اييه شوف يا اخي شوف جلستي يا اخي يا بلاتي يا اخي غير باش نتفاهموا. امريكا دخلت بخيط ابيض، مدريد استقبلت المفاوضات، موريتانيا طرف، المغرب طرف، البوليزاريو طرف، والجزائر ما عمرها كانت طرف وهي دابا اليوم طرف. معليش رضوان يا اخي انتم واخا في 31 اكتوبر كنتو سالينا يا اخي في 31 اكتوبر احنا سالينا احنا شادين الارض. واش راكم ديروا هذاك النهار في الميريكان واليوم في مدريد؟ واش راكم ديروا احنا شادين الارض صحه. والله ما راكم شادين شيء. قول لي علاه رضوان. انتم كل يومين يحيوا لكم مرسو. لو البارح من عافيه لك ايش زادوا داوكم شويه. او قال لك الهضره وقيله وجده الوقت لا دا وجده واش نقريحه والله غير مقود ولا غير يديها. هبط تشدي ترى دينا كلك تشدي تاش غدي هبط اش غدي جلسناك مازال ما ولدت شمو اللي ما يجلسش معانا في الطبلة انا مطبع يهودي اللي خايب ما زوينش سنغولي اللي بغيتي جلست يمك معايا في الطبلة في مدريد. جلسناكم في الطبلة ولا ما جلسناكمش في الطبلة؟ جبنا عطاف تيجري وجلس معانا في مدريد ولا ما جبناش؟ جبناك سك ضليعه وسويمو على زيد بالهليطر بغيتي ولا ما بغيتيش تجلس معانا. جبتي لي اخويا شي واحد فيهم كيقول لهم حنا ولسنا طرف النزاع؟ سي امين انا مازال كنشوف اخويا مازال. اذا الجزائر اليوم تخضع وتتجلس معانا يلا وتقبلوا بمبادره الحكم الذاتي. حنا اللي درناها، حنا اللي اقترحناها في مجلس الامن. السلام عليكم. حنا ميريكان زعما. الله يحفظك يا سيدي مرحبا. كذا بخير لاباس؟ لاباس يا سيدي مرحبا. اللي بغيت نقول لك هو اليوم برهن المغرب بانه هو اسد افريقيا. هو الكلمه الاولى والاخرى ديال المغرب. اللي بغى يدير يستثمر ولا يدير اي حاجه في افريقيا خاصو يدوز عند جلاله الملك محمد السادس يسني ليه يعطيه لا كارت باش يدوز الفيزا باش تدخل افريقيا. ما عندكش هذه ما تدخلش. وثاني حاجه برهن المغرب وبين امام العالم بان الدوله الجزائريه دوله ليست لديها لا سياده ولا وجود ولا كلمه ومحاصره من جميع الدول خاصه دول الساحل. ثاني حاجه انا واحد الحاجه اللي بقات فيها دابا فين غيمشيو بوليزار فين غيمشيو ومشات تندوف ومشات. لا مرحبا به. شوف اللي بغى يرجع لبلادو مرحبا به، اللي ما بغاش يجلس في تندوف راكم مرتاحين في تندوف خليكم تما، ولكن اللي بغى يرجع لبلادو مرحبا به. مرحبا بكم نتوما. ولكن اخويا اسمح لي اخويا دوك الناس ما فهموش المغاربه. راه جابوا لنا شي واحد من السودان جابوا حنا كنهضروا على المغاربه. حنا كنهضروا على المغاربه اللي بغى يجي. حنا بغينا خوتنا يجيو مرحبا بهم خوتنا، واللي ما بغاش خليكم في تندوف خليكم في تندوف. حنا سيدي اللي جا ان الوطن غفور رحيم مرحبا به ونسمحوا ليه وخويا هذاك راه ما نسمحوش فيه. واخا نسبوه نعرف كيف على سبوك والديك عادي نتقلق ماشي مشكل. ولكن اليوم الجزائر خشينا لهم راسهم في الطرا وبين للشعب ديالو بانه وافقوا وانا دولا كيكذبوا عليكم وسرقوا لكم فلوسكم وخلوكم كطلبوا ما عندكمش لا بنيه تحتيه. جا فايضا داكم ما كاين حليب ما كاين سكر ما كاين زيت السميك والو الخدمه والو ما كاينش وفي التلفازه تقول الجزائر هي سويسرا. اجيك هما كيخسروا هاد الفلوس كلها سنوات. علاش جلسوا اليوم في الطبله سنين وهما تيخسروا الفلوس على البوليزاريو باش يديروا دوله؟ علاش جلستوا معنا في الطبله اليوم؟ ودابا واش كاين يقول عمي ترامب لا ولا حنا متبعين سيدي. حنا واعرين ومعنا عمي ترامب وترامب اللي سميتو راجل فيهم يقول ترامب لا. تحياتي الله يحفظك الله يحفظك. اذا اخوتي شكرا حبيبي. نتوما سنوات وانتوما كتخسروا على الفلوس على البوليزاريو وحنا علاش اليوم غتقبلوا تجلسوا مع المغرب؟ علاش اخوتي في الجزائر؟ خليونا منا ليهم نورمالمون. نتوما ياك محايد وكاين شي محايد كيدخل. انا قلت لكم ميريكان علاش؟ لان ميريكان داخله بخيط ابيض. نتوما ما عندكمش علاقه بهذا الخيط ابيض. هذا مقترح امريكي ودرنا المحادثات في اسبانيا.
الجزائر لا، موريتانيا كاين طرف في النزاع، المغرب طرف في النزاع، البوليزاريو طرف في النزاع. نتوما ياك محايد، لاش جابوكم؟ لاش قالوا لكم مازال ما ولدتو شمو اللي ما يحضرش معنا في الطبله، وجيتي ما تحضرش؟ انت محايد، قول لهم نو. وماشي حضرتي من اجل ماذا؟ قرا لي الجمله الاخيره السي امين. في داك ديال الخارجيه. علاش حضرتي؟ انا ماشي علاش حضرتي طرف النزاع، اوكي طرف محايد ماشي مشكل، ولكن همتني الجمله المهمه ديال بتسيير محادثات تركزت حول تنفيذ القرار. اوكي، قرا لي القرار، الجمله الاخيره. القرار تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2797. هذه راه بعدا الخارجيه الامريكيه، راه باج فيريفي، هذه راه ديال رسميه. تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2797. حنا عارفين بانه الحكم الذاتي اللي كاين هنايا. واو، اللي ما تيقش اخوتي يدخل يقرا القرار. قرا لنا القرار 2797 نقراوه. اش كيقول القرار؟ تيقول لك القرار 2797 جبد لي القرار 2797. تيقول لك مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب. مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب، واللي صوت عليها العالم، واللي أعلنها صاحب الجلالة في ديك النهار يوم عيد الوحدة، في ديك النهار. واللي في ديك النهار خرجوا قلتوا خوتي في الجزائر كيفاش هادو كيحتفلوا بوالو، كيفاش هادو اليوم عندهم الملك ديالهم خطب بوالو. ها حنا علاش خطب الملك، ها الملك علاش دار يوم عيد الوحده، باش تجي تجلس معنا في الطاوله في مدريد اللي حتى هي تدعم مبادره الحكم الذاتي، وسحبتي منها السفير قبل 3 سنوات. سحبتي السفير ورجعتي السفير صاغرا، كما سحبتي السفير من فرنسا ورجعتي السفير ديالك لفرنسا صاغرا خويا. ها المبادره اش كتقول؟ ها هي خويا، ها القرار ديال مجلس الامن، ها هي من الصفحه ديال الامم المتحده، راه ما كنلعبوش. ها انت القرار 2797 ها هو الرقم ديالو، التاريخ ديالو، هذا الشيء راه رسمي من الامم المتحده ياك؟ من الامم المتحده، وريني. هي united-nation.org. يلا زيد وريه اقرا. واخا غادي نمشيو سيدي. يهيب بالاطراف الى الشروع في هذه المناقشات، شوف، دون شروط مسبقه، على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب الله، بهدف التوصل الى حل سياسي نهائي تقبله. عاود هذه الجمله، عاود. انا بغيت هذه الجمله. يهيب بالاطراف الى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقه، على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. اها. والحكم الذاتي هنا كيأكد بانه شكل من اشكال تقرير المصير. لا بلا ما ندخلوا معاه في هذيك هضره اخرى. هذا قال لي غير هو مبادره الحكم الذاتي المقترحه من طرف من؟ من طرف يا خويا انا اللي بغى يدخل يحوجك اخويا كبر الصوره. انا اللي بغى يدخل مبادره الحكم الذاتي يدخل يقراها مباشره، بلوتو القرار 2797 في مجلس الامن. لا يا اخويا غادي نزومي عليها انا نزومي عليها انا اخويا لا يحوج شي وحده. هاد يعني شنو؟ فلوس الجزائري ضاعت؟ انت بعدا كاين قبل منها يعرب عن دعمه الكامل للامين العام ومبعوثه الشخصي في تسيير المفاوضات واجرائها على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. وكيعاود يقول لك يهيب بالاطراف الى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقه، على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. راه جوج مرات معاودانا هي في هذه الصفحه هذه. دابا الجزائري مسكين ضاعوا له الفلوس، ضاعت له الحنجوره، ضاع له داك القواش. مليار دولار حنيني ولا كثر. تخيل سنوات والجزائري مسكين كيقولوا له لا احنا مع الشعوب المستضعفه، لا احنا مع الصحراء الغربيه، لا هذوك هما الاولين يدوز الصحراء ويقبل ما يدوز الجزائري.
وفي الاخر الصحراوي دالك رزقك وغيرجع لبلادو. بحق هو ما داش لك رزقك، بلادك اللي عطاتو رزقك، وفي الاخر غيرجع لبلادو مع خوتو مرحبا به معزز مكرم. هي وحده هنايا السي رضوان، ولكن ما قالش، غادي يلمح فيها لانهم ما عندهم علاقه بالموضوع. ايه الفيديو ولكن مزيان. تفضل. بالنسبه للصحراء الغربيه احنا ما دخلناش عليها، الله حقهم حق تام تقرير بسيط، عطوهم الحق يصوتوا. بغاو يكونوا مغاربه احنا نولوا نصفقوا عليهم. اذا نقولوا احنا مغاربه احنا نصفقوا عليهم، اذا احنا موريتانيين نصفقوا عليهم. الجزائريين ما يكونوش جزائريين. هذا خليهم تفرض على واحد باش يكون كذا وكذا وكذا. القرن التاسع عشر طويناه تطوى خلاص. بصح والله ما طويناه. دابا القرن العشرين هذا قالها الغيوان. دابا القرن التاسع عشر طويناه، هو ما فاهمش القرن التاسع عشر شنو كان في القرن التاسع عشر. راه دوله وحده اللي كانت مستعمره في القرن التاسع عشر، دوله وحده هي نتوما. ما حنا راه ما استعمرنا حتى القرن العشرين، نيشان ورحنا في 21. وحنا راه في 21. تونس ما تستعمرت حتى القرن العشرين، دول مصر ما تستعمرت حتى القرن، راه كاع الدول ما تستعمروا حتى القرن العشرين، راه الجزائر اللي كانت مستعمره في القرن 19. باش تعرف بانه هو حق الله العظيم الا راه احسن رئيس دوله في العالم، الرئيس اللي كيعرف كيفاش يبردع الشعب ديالو، النظام اللي كيعرف كيفاش يبردع الشعب ديالو. الشعب الجزائري شعب عاطفي، كيعطيوه النظام داكشي اللي باغي هو يسمع. حنا قوة ضاربة، حنا ما نتخلاوش، حنا الشعوب مستضعفة، حنا غارج بلاد، حنا الشواكر، حنا وداكشي اللي باغي الشعب الجزائري يسمع هو اللي كيعطيوه ياكلو. ولكن هذه اللي ما بغاوهاش يسمعها ما قالوهاش، ما جبدوهاش. ما كاينش منبر واحد اليوم في الجزائر هضر على هذه دابا تقريبا 8 السوايع باش خرجت المعلومه. كاش من 8 راه خرجوها مع 5 د العشيه، دابا راه نقولوا 7 السوايع تقريبا، شي 6 السوايع ولا 7، المهم ما عرفتش شحال الساعه دابا. ما خرجوش لنا انفورماسيون. علاش؟ حيت عارفين بانه الشعب الجزائري الا قرا هادي غيقول وكيفاش فلوسنا ضاعت حنيني، فلوسك مشات، فلوسك سنوات ديال الفلوس مشات، ركعنا 6 السوايع بالضبط. 6 السوايع تا منبر اعلامي جزائري ما قال الخبر. 6 سوايع. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، مرحبا بك. مبروك. دايرنا الاخوان. الله يبارك فيك اختي، مرحبا لاله، مرحبا بك اختي. غادي نضطر نهضر باللغه العربيه. تفضلي لاله، تفضلي. حسب معلوماتي المتوسطه المتواضعه، سمعت صاوي حد هنا عندي النقطه وعرجع لغتنا صاوي. حسب شنو قلت قويله؟ حسب معلوماتي المتواضعه. واش كتضربي الكلام بحال الجزائر كتقولي لي حسابه أمينة أشوف لأن أمينة راه فاض عليها واد السبوق إلا راه شبعانة كتصدر معايا بحال الفرماشه ديال الجزائر. حسابه قولي حسابه. حسب معلوماتي المتواضعة ونقطة ورجع السطر خويا على اللي جاني هذه اللي قالوا لي. قال لك يا سيدي الطاف البارح راه رجع هو وهذاك البوليزاريو، رجع سيدي قال له يلا نزيدوا بحالنا، ما بغاو لا يتصوروا لهم يحزنون. مشات الاخبار لعمي ترامب، قال لك هو يهز التليفون قال لهم باقا ما ولداتوش امو. رجع قال له عطى رجع
ولا العقوبات، وقال لك رجع مطأطأ الرأسي. اش تنقولوا؟ عرفتي شنو هي مطأطأ الرأس؟ خاويه الوفاض ياك السي التراب. ها انت، ها هي مطأطأ الرأس، خاويه الوفاض. ها مطأطأ الرأس، ها مطأطأ الرأس هي بحال هكا. عطنا فرصة بحال هكا. ديري الدو هكا. يا رجع يا خويا. انا لا امينه السر ندخل بحال داك الدحمه داك بوتفوناس هذاك واحد المدير اللي تفرجنا له قديم ديال الاحواز. ايوا شتي قال لهم اسيدي باقي ما كملت، نقول لكم سير بحالك عاد سير بحالك، ارجع ورجع يا خويا. قال لهم كاع ما تكلموا عليا، سمعوا، قال لهم كاع ما تكلموا ليا على الاستفتاء. فوالا ايوا ويجي لك قال لك هذوك راه ماشي مبردعين، حاشاك الحمار هو اللي تنديروا له البردعه، تتقول له الشاشه الراره تيفهم. اما هاد الجزائريين يا خويا وعقلهم من البونج، يلي قالوا لهم تيمصوه، ولكن ما قالوش لهم هادي، حنا قلناها لهم. واخا نقولوها لهم. هما قال لك اسيدي راه داك عطاف مشى قال لك غير، قال لك مشى يتفاوض مع على دول الساحل، واسبانيا شغوله في دول الساحل. ايوا المهم ميريكان خرجت ليهم وقالت لهم مازال ما كايناش، ما ولدتوش مو اللي ما يجلسش ويتفاوض، ماشي يتفاوض، اللي ما يقبلش بمبادره الحكم الذاتي المقترحه من طرف المغرب. تحياتي لك لاله امينه. يلا تحياتي لك، ما تكثريش من الكاله اختي، راه دابا تولي فرماشه. تحياتي 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 تحياتي. صافي واش حنا نجلسوا للعشاء هنا صافي. لا امينه شوف خاوي الوفاض كيقولوا عاد بخفي حنين. تحياتي صافي عاد تبقى تعاود لي في تحياتي، قلنا تحياتي مره واحده. الله يجعل البركه. تصاحبوا هنا ولا وسويفه. رأيكم في خضوع الجزائر إخواني الكرام؟ علاش جلست؟ هما ما عندهمش علاقة بالموضوع. زعما أنا هادشي فاجئني. نحاولوا نطلعوا الإخوان دابا، سمحوا لي راه كتبقاو الدور. السلام عليكم. السلام عليكم. او سويفون. إذن خضوع الدولة الجزائرية اليوم وركوعها وجلوسها معنا في نفس الطاولة يا إخواني الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم. أو سويفون. الدولة الجزائرية تخضع وتركع وتخنع وتجلس معنا في الطاولة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. رضوان كاكدير. لاباس اخويا؟ الله يحفظك خويا. لاباس مرحبا بك. طالع لك المورال اخويا. او بيان سور جلستك معايا صحة، ما يطلعش معايا المورال. طرف مفاوض. ايوا ولكن ما علاش جلستي معايا؟ حيت جبتك انا صحة. درت لك السريفة وجبتك جلستي معايا. صعب نسقسيك رضوان. تفضل. علاه تهضروا بالميريكان؟ علاه؟ ما على بالناش بالميريكان. لا حنا لا بغينا شي حاجه كنقولوها الميريكان، وميريكان هي اللي كتقول لك مازال ما ولداتوش مو اللي ما يجلسش معنا في الطبله. حنا ما كنهضروش. حنا والله حنا الجزائريين والله من سماو بالميريكان يا اخي رضوان. ولكن اخويا انت، ولكن هي جابتكم اليوم جلستكم. ونركو حتى واحد نركو ربي يسبحونه. حنا عارفين حاجه اخرى. ولكن علاش جلستوا في الطبله؟ تعرف كيما جلسة مدريد، كيما جلسة موريتانيا، ياك نتوما ماشي طرف كيفهم. وقالها الرايس ديجا كنت نطلعها دروك. شا قال لهم الرايس؟ شا قال لهم تبون؟ عمي تبون قال لهم كيما بغاو هما، بغاو راه مع المغرب، بغاو وحدهم راه وحدهم. هما حنا دروك رانا معاهم، كيما بغاو هما رانا معاهم. الا بغاو وحدهم ما على بالنا لا الامريكان، على بالنا حتى بواحد حنايا. ولكن قال عمي تبون الجزائر الحمام مر ما يتكلش. لا دابا والله ما يتكل. شوف دابا اللي خصك تفهم هو انه راه بالصحراء اللي بغاو هما، ولكن القرار اللي جلسوا يتذاكروا عليه والله ما سمعتك رضوان. قلت لك راه بالصحراء اللي بغاو هما، ولكن القرار اللي جات الجزائر جلست على ودو هو قرار 27 97 اللي تيقول لك
الحل هو اللي اقترحه المغرب، والحل الوحيد هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كواكو ما تيقولش الحل الوحيد، وإنما تيقول لك الحل هو المبادرة ديال الحكم الذاتي مقترحة من طرف المغرب. تفضل. انا فاهمك بصح احنا تفضل. ماشي دابا جلستوا معنا وحنا اللي اقترحنا الحل، ماشي حشومه زعما شويه بيني وبينك. انا ما عجبنيش نامنوش بالقرارات. ما تتامنوش بالقرارات. احنا ما نامنوش بالقرارات رضوان، ما نامنوش بالقرارات يعني. وباش كتامنوا بالقره؟ شو قلت لي؟ باش كتامنوا بالسخوي؟ والله ماني نسمع فيك رضوان، ماشي تهضر. قلتي لي يا حبيبي، عاود لي ما سمعتك صاحبي. قلتي لي يا حبيبي ما كنامنوش بالقرارات. والله ما سمعت. باش كتامنوا؟ واه باش كتامنوا حبيبي؟ امنوا بربي سبحانه، امنوا بربي والرسول صلى الله عليه وسلم والبلاد. البلاد هي التاليه، ما ندخلوش حنا مع الصوالح. البلاد احنا هادو كيبقاو وحدهم، ربي والرسول هما الاولى. الصوالح الاخرين حنا ما ندخلوهمش. دونك نتوما كتامنوا حنا ما غير نهضروش بالامريكان وما نهضروش باسرائيل، ما على بالنا حتى بواحد. حنا نهضروا على برواحنا، واخا برواحنا حنا. وحنا كي راه عندنا الفقر، حنا قابلين، حنا عندنا الفقر صح. حنا ما كنهضروش على الفقر دابا، خليك غير باش حنا قابلين الفقر. علاه قابلين الفقر صح؟ علاه قابلين الفقر؟ علاه قابلين الفقر؟ علاش؟ الله يشري في السلاح، معليش يشري لنا السلاح. حنا قابلين بنكونوا دوله عظمى، ما على بالنا حتى بواحد. ديجا كي دخلوا للعهده الاولى قال لهم لازم تكون دوله عظمى، لازم تكون دوله عظمى باش تعرف بك العالم. لازم السلاح، وراه يشري في السلاح، ورانا قابلين ذا العيشه، ورانا بالسلاح، وما على بالنا حتى بواحد، لا بالامريكان لا باسرائيل لا. ما انا نهضر بالقدر، انا عليه نزل لي يا اخي، ماني خسر. لا ما قلت والو، انا ما قلت والو. المغرب انا رحت ليها، المغرب ديجا رحت ليها، والله رحت ليها. مرحبا بك اخويا. نزلت في المطار محمد الخامس، حكمت كريت طوموبيل من تماك من المطار، رحت لمراكش درت فيها خالص الحمد لله. دوا معك شي واحد؟ بصح انا مش مبرونشي، انني في بلادي. بصح انني في بلادي والله ماني مبرونشي. بصح انتوما على راكم مبرونشي، انني عايش هنا والله ماني مبرونشي. فين عايش؟ في عمري 41 عام. واحد دير لي كومونتير قال لي واش في عمرك؟ في عمري 41 عام. ما شاء الله، الله يطول لك في العمر. عايش في سمسيلت. الله يطول لك في العمر اخي، الله يطول لك العمر. امين امين ان شاء الله. ومرحبا بك اخي، بغيت تجي عندنا للمغرب مرحبا بك اخويا، خوتك حنا. بصح حنا ماناش 30 كاع بيكم، نتوما راكم 30 رضوان. علاه عليكم كاع هادشي والله بصح. ولا ما كنتوش 30 علاش دخلكم جلسكم معنا في الطبله حنا والبوليزاريو؟ نتوما مالكم؟ علاش جلستوا معنا؟ ياك حنا وياهم، نتوما مرحبا اخويا. والله ماني عارف رضوان، والله ماني عارف خوت حنا، والله ماني عارف. ماشي مشكل. حنا شنو نقولوا؟ حنا نقولوا الله يصفي القلوب ان شاء الله. والله الله يصفي القلوب. اخوه هادشي اللي كاين اخي، والله العظيم الله يصفي القلوب. امين اخويا، امين اخويا. تحياتي اخويا. التراث ما نهضرش معاك، التراث مزياره ديال الميت نهضر معاك رضوان. التراث بس كيهضر يخسر في الهضره. لا ما تدوش معاك. باش نهضر معاه. لا ما تدوش معاك. يهضر هضره بلا قدر. لا داكشي ما نهضرش معاه. انا بصح انت نهضر معاك. بغيتي ننزلو، بغيتي ننزلو ياك انا تكلمت معاك انا دابا، ياك انت كتجبد سميتي ولا لا يصفي شي قلب. الله يكحل بابها كامله. والله لا تخسر التراث بالهضره رضوان هكا، والله ما يخسر. بصح انت تقول والله يكحل القلوب كامل. يلا لا يصفي شي قلب ديال شي واحد. اخي قلبك الا راك حل الله يكحل. واخا انا الا غير من جيتكم انتم الله يجعله يولي حموم. نزلوا بغيتي ننزلوا، بغيتي ننزلوا ما عنديش. اخي تنزلوا لي انا على ماني خسر ما والو. ولا تنزلني يا رضوان؟ واش كتجبد سميتي انا شدك ليا انا؟ لا بغيتي ننزلوا ولا انت ما صافي. بغيتي ننزلوا اخويا الجزائري ننزلوا ما عنديش مشكل. اخويا ننزل بالقدر نورمال، ما كاينش مشكل خاوتي. ننزل لا ماشي انت انا تعجبني رضوان، نستغل اللايف تاعك نقصر معك خويا. الله يحفظك. لا ماشي انت ما طلع عليك المورال. انت ما قلتي والو، انت ما قلتي حتى حاجه. والله ما سمعتك. قلت لك واش بغيتي ننزل هذا التراث ننزلو ما عنديش المشكل. دنيانيه والله ماني نسمع فيك رضوان.
فهمتيني؟ لا ربي يحفظك، لا خليها نورمال عادي. دابا الله اسمعني يحفظك يا رب، دابا بارك اسمعني الله الحمد فيك. لله الحمد انا ما لله نخسروش والله، ما نخسروا حتى أيوا يخسروا معنا ما نخسروش. الحمد لله. والله ما سمعتك، كوني صراحه عندي نفسه والله ما سمعتك. عاود لي رضوان، عيطتك معايا على بالي والله كون عاود لي. دابا علاش غادي تنزلني يا رضوان؟ دابا علاش غادي تنزلني انت رضوان؟ ما فهمتش اش تهبطني، اش درت لك؟ والله ما يسمع فيش راه يهدر. صافي نزلو، هو ماشي مشكله حبيبي. تحياتي لك خويا، تحيه وننزل. رضوان والله ما نسمع فيك الله رضوان، يحفظك، والله عارف ما نسمع فيك راك ماشي مشكله خويا. صافي قرب الوجده، قرب الوجده، قرب الوجده. ونزل انت وياه نيت. ما كنت انا جالس شاري كاريك هنا الدار ولا كيفاش داخل معايا بالنص ولا؟ الله يحفظك. ولا يقول لك نزلني انا، علاش تنزلني انا وننزلك؟ زيد كتسال معايا في اللايف ولا كيفاش تنزلني؟ ما تنزلني. ايوا زوينه هذه، قال لك علاش غتنزلني؟ واعره هذه، علاش غتنزلني انا؟ ننزلك. واعره هذه. دونك ركعناهم ولا ما ركعناهمش؟ حنا واعرين. السلام عليكم. رضوان السلام عليكم رضوان. تحياتي حبيبي، الله يبارك فيك اخويا. مرحبا بك خويا، مرحبا بك. انا غير نقول لك خويا، انا في ود ملويه، قريب ان شاء الله. بارك الله فيك. راك في ملويه؟ كيفاش في ملويه؟ قال لك السيد راه في ملويه الخوت. قضيه راه عنده الاخوان راه قال لكم راهم في ملويه خوتي ولا مش طارج ملويه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا اخواني الكرام، ركعنا الاخوان في الجزائر، ركعنا الدوله الجزائريه وجلسناهم معنا في نفس الطاوله بالمناسبه اليوم في مدريد في العاصمه الاسبانيه في خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لالا، مرحبا بك، مرحبا بك سيدي، مرحبا بك خويا، مرحبا بك. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. واش خويا رضوان واش راك؟ لاباس حبيبي، مرحبا خويا، مرحبا بك خويا، مرحبا بك. تفضل. وي خويا رضوان تسمع فيا؟ شويه خويا، شويه خويا. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. مرحبا بك يا سيدي. واش راك؟ لاباس حبيبي، مرحبا بك خويا، مرحبا بك خويا. بان الله لي يسلمك. بانت لي البلاد، بلادكم باعت. السؤال تاعك بديت نجاوبك على السؤال تاعك. مرحبا بك خويا، مرحبا. راك تقول حنايا نتوما جلستونا في طاولة الحوار بوزا بورسي شغل بالسيف. بالسيف جلسناكم اخويا، بالسيف. ماشي بعد شغل والله. حنا جزائريين، بصح كاين نسبة من الجزائريين مستعرفين بقضية الصحراء المغربية، فهمني؟ تسمى شغل شي عادي، كما كاين نسبة من الجزائريين يقول هذيك المنطقة. داكور. ما سمعتكش واش قلت لي؟ لا اسمح لي، ما سمعتكش. انا كنسمعك. قلت لك كاين جزائريين هنايا على بالهم هذيك المنطقة. قلت لك كاين نسبة من الجزائريين على بالهم بلي هذيك المنطقة مغربية، شغل الصحراء مغربية، وكاين اللي مأيد القضية تاع الصحراويين يقول شغل هذيك قضية صحراوية والصحراء غربية ماشي مغربية، وفيها تناقض، والملف تاع عربية الأمم المتحدة هي اللي تفصل به. شغل حنا كجزائريين كي نقعدوا في طاولة تاع الحوار ويأيدوا الحكم الذاتي للمغرب، هذا شيء عادي، حنا ما راحش يديرونجينا. وكي يرفضوا الحكم الذاتي تاع المغرب ويعلنوا باستقلال الصحراء الغربية، هذا ثاني شيء عادي، ما راحش يجينينا حنايا. فاهم؟ احنا شغل مع
ان لا ناقه ولا جمل في الملف هذاك. وشنو حابين نقول لكم بلي يا ودي والله غير حتى وتكون الصحراء مغربيه نورمال هذا الشيء هذه احنا ما نتمناوش ولا نتمناوش ندخلوا معكم في حرب وما نتمناوش يكون عندنا معكم مشاكل لانكم انتم خوتنا في الله فاهم. الله يحفظك. ونتمناو احنا ان شاء الله تكون علاقه مشتركه وعلاقه اخوات بلدي كما كانت في السبعينات ان شاء الله. وبالنسبه للقضيه المغربيه تجاه الجزائر هي اللي راهي معيبتها وهي اللي راهي دايره العيب القرارات تاعها وفي السياده تاعها وفي التطبيع تاعها وفي صوالح بزاف كان شغل. واش راح نقول لك خويا انا كشعب مغربي والله غير خويا نورمال بصح كدوله وانظمه سياسيه خويا كاين مشاكل بزاف. حنا دابا احنا المشاكل هذه شغل تصفى بين العرب كامل كان. واذا ما صفاتش هذه شغل الجزائر واعره شويه خويا باش نهضروا الحقائق معك خويا وبلا زعما. الله يحفظك. انتم شغل عندكم بوان حساس من الجزائريين والله غير واش راح نقول لك خويا من الدوله الجزائريه فاهم ماشي خوتنا انتم خوتنا. حنا واش اللي يجلس معايا الجواب هذا ولا ما قنعكش بيني وبينك واش اللي غيجلس معايا في الطبله وياكل معايا كعب غزال وغريبه ويشرب معايا اتاي واش ماشي خويا خوتنا خويا نتوما خوتنا. كونيكسيون عندك ناقصه مانيش نسمع فيك. كونيكسيون عندي ضعيفه اسمح لي يا خويا عندي كونيكسيون ضعيفه. اسمح اخويا مرحبا بكم اخوتي نتوما خوتنا. اسمعني حبيت نقول لك حاجه ديري بيان سور معليش ماشي معليش خويا حبيت نقول لك برك نتايا مالي انا عندي كونيكسيون الخوت عندي مشكل في الكونيكسيون. اسمعني حبيت نقول لك انت دير في بالك بلي لو كان راح تتلقى من هيئه الامم المتحده والمحكمه الدوليه باعلان برفض تأييد الحكم الذاتي واستقلال الصحراء الغربيه يستقلوا الله يعاونهم. نستقلوا نقول لهم يستقلوا بغاو يستقلوا انا بغيتهم يستقلوا ببلادهم تما. علاش انت ضد الاستقلال؟ واش انت ضد الاستقلال اخويا الجزائري؟ لا ماشي ضد الاستقلال. انا مدبيا ما تكونش حروب كاع في المنطقه العربيه صافي الجزائريه صافي. شنو اللي يتعدى القانون باينه مازال ما ولدت انتم عندكم اتفاقيه 75 على الصحراء ما ولداتوش مو اللي تعدى على القانون. مازال ما ولداتوش مو اللي تعدى على القرارات بمجلس الامن. مازال ما ولداتوش مو. سمعتيني اخويا؟ باينه عليك. تحياتي. أنا خايف عليكم تلقاو صدمة من هيئة الأمم المتحدة برفض الحكم الذاتي وإعلان استقلال الصحراء. مشكلة ومازال ما ولداتوش مو اللي يتعدى على خوتنا في القبائل. تحياتي اخويا تحياتي. انا قلت لك مازال ما ولداتوش مو اللي يرفض قرارات مجلس الامن. مازال ما ولداتوش مو اللي يرفض القرار 27 مازال. شكرا اخويا الجزائري مرحبا. استسمح منك راه عندي مشكل في الانترنت. اش قلتي السي امين؟ مازال ما ولداتوش مو اللي تعدى على فرحات مهني واكسال وخذ ديال القبائل. ولكن اش دخل فرحات مهني في الهضره السي امين؟ حتى هو داكشي ديال الحكم الذاتي والاستقلال وتقرير المصير نفس الفيلم. لا ولكن لا اسمح لي القرار 27 كيهضر لك غير على مبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. نعاودوا نقراوها. السياده المغربيه نعاودوا نقراوها صاحبي نقراوها مرحبا. انا غير قلت لك زعما انت حيت قلت القانون انا قلت لك قانونيا ما كاينش اللي تعدى على فرحات مهني. لا للفتنه الجزائر خوتنا ونجلسوا معاهم. لا للفتنه. لا انا نجلسوا معاهم. الفتنه نائمه.
لعن الله من ايقظها. الجزائر خوتنا يجلسوا معنا في الطبله على الطاف، خو بوريطه يتسالموا ويتعانقوا، ماشي مشكل، ونجلسوا في طبله وحده، واخا قطعوا علينا العلاقات، واخا قطعوا علينا الحدود، واخا قطعوا علينا الغاز، واخا حنا مطبعين يجلسوا معنا في الطبله ومرحبا بهم، سدوا علينا الجو والبر والبحر ونجلسوا معهم في الطبله، ما عندناش مشكل. ما عندناش المشكل. نمشي لك اخويا لك الصفحه الثانيه، لان ديك الاولى فيها الديباجه طويله شي شويه ياك. غادي نمشيو لهنا. يقرر تمديد ولايه بعثه المينورسو حتى 31 او تشرين الاول اكتوبر 2026. يعرب عن دعمه الكامل للامين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات واجرائها على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل الى حل عادل ودائم للنزاع تقبله الاطراف وفقا لميثاق الامم المتحده، ويرحب باي اقتراحات بناءه من الاطراف ردا على مقترح الحكم الذاتي. يهب الاطراف الى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقه، يعني تجي لامك حاضر الراس ما تقوليش انا خصك توفر لي ولا دير، على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. عاود ثاني مره اخرى كيعاودوها قدمه المغرب، والله الا 2 مرات معاوده هنايا. على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. دابا عطاف شد الطياره من الجزائر العاصمه لمدريد على اساس المقترح الذاتي اللي صوتت عليه مجلس الامن واللي كتباته الولايات المتحده الامريكيه واللي قدماته المغرب. نعم سيدي، هذا الشيء اللي مشى يدير عطي طيف. الله اكبر. ذهب متعطي انا راسه خوتنا ماشي مشكله صاحبي. ذهب صاغرا خانعا مذلولا. لا هو ماشي مرة غتقول له مدلوله، قول مدلول. مذلولا زعما. السلام عليكم. وعليكم السلام. مذلولا مدحورا. مرحبا بك. خويا كي داير مليح؟ الله يحفظك سيدي. مرحبا بك حبيبي. الله يبارك فيك خويا. مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا. ايوا دابا صافي راه ما بقى لهمش فين، راهم يناقشوا باش يلقاو الحل راه باين. ايوا راهم يتناقشوا غير الطريق اللي يديروا له، يخرجوا له الطريق وصافي، هذا الشيء اللي راه بقى. ولكن يجلسوا في الطبله معنا وياكلوا كعب غزاله صاحبي. ايوا راه واش غادي يديروا؟ تجيهم العقوبات عاود من الفوق، هما قدهم راهم يديروا الكريديات، بقى لهم العقوبات شنو غادي ما يقدولهاش. ياك حنا مطبعين صاحبي. ايوا راهم يتبعوا معانا، راه غادي يتبعوا الحاجه كبيره. دابا بداو بينا حنا، تبعوا معنا حنا اللي حنا صغارين، عادي يفوتوا يتبعوا مع اللي كبارين. دابا الجزائر كدير يديها في يد واحد مطبع. ايوا دابا ما عندهاش لو شوا، واش غادي دير لها؟ راه تهضر تنعف، دابا الا هضرت غادي تنعف. وانا كنكسب عندها ما دير دروك، راه خصها تحني الراس وتسمع انا كنكسحبني الجزائر كبيره وعندها النيف، ما تجلسش معاك وما تمدش يديها لواحد مطبع بحالي. صدق ياك اجي واش بوريطه واش سلم على الاسرائيلي ولا لا؟ اجي واش بوريطه سلم على الاسرائيلي ولا لا؟ سلم عليه. سلم دروك. كيفاش احمد الصافي يسلم على بوريطه؟ دابا سلم عليه وشرب معاه كاس ديال اتاي ولا كاس ديال العصير في كاس كبير. دابا ما عنده ما يدير دروك، غادي يسمع ويسكت. النيف راه عندهم غير تما، عندهم كيدور غير تما، ما يخرجش على برا. النيف نهار اللي يخرج برا الحدود كيطيح. لا حول ولا قوه الا الله يكون معاهم اخي. ولكن نقول لهم مبروك. معليش خوتنا ماشي مبروك عليهم التطبيع مع المبروك. هذا الشيء اللي انا بقى فيا حاجه وحده، فلوسهم ضاعت. عرفتي ديك الله يرحمه مسكين. لا راهم كبوطي راهم يديروا الكريدي باش يرجعوا الفلوس، ماشي مشكل. اش غيرد الفلوس تمشي وتجي عندهم البترول عندهم. الله يكون معاهم اخي. تحياتي. الله عليك. تحياتي. السلام عليكم. الله يكون معاهم. انا بصراحه تفاجأت اليوم، ما كنتش كنظن ان الجزائر غادا تخضع بهذه السهوله ولكن خوتنا فيها باس. مرغم اخاك لا بطل. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. اخوتنا صاحبي ما فيها باس.
خوتنا ماشي مشكل. واجي وفلوس الجزائريين ضاعت زعما هكاك هاد السنوات هادي ديال النضال وديال غربيه مشى عليهم كلشي. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي يا سيدي. كيف داير خويا؟ لاباس رضوان؟ لاباس حبيبي، مرحبا بك خويا. مرحبا بك خويا. والله الحمد لله. تفضل عندكم مكتب فرحة مهني. لا النقش. اش دخلك الفرحة مهني؟ واش شنو قال لك فرحة مهني؟ ما قال والو على فرحة مهني. اش قلتي انت على فرحة مهني؟ نعم اش قلتي انت على فرحة مهني؟ تحيه لفرحه مهني، وهذا اللي كان هنا سير الله يحرق لك امك قبرها الا كانت ميته، ولا كانت حيه سير الله يقتلها لك. علاش السي امين؟ علاش اخويا؟ علاش اصاحبي؟ علاش اصاحبي؟ على انا الوالده ديالي انا رخيصه عندي. الوالده ديالي انا اشرف من 40 مليون كرغولي، وإلا كانت هذا دابا اللي نزل ميته الله يحرقها في قبرها، وإلا كانت حيه الله يقتلها له. علاش امين فرحة اخويا؟ مهني تحيه فرحة مهني راجل مزيان على الاقل كيتكلم وما كيقولش مازال ما ولداتوش مو. ملي كيتكلم فرحة مهني كتنغم، سواء هضر بالقبيليه سواء هضر بالفرنسيه، انسان راقي. ما خليك في قرار 27 97 السي امين. صافي انا سكت، انا ما يجبدونيش واني سكت. يلا لا وهذا ما جبدو. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي في الجزائر. هذا السيد هذا راه ما كياكلش الدواء بالليل، راه ما شربش الدواء ديالو، عطيوه 9 ساعات. انا تنقول لكم خليكم معايا. انا درويش، انا راه ما تلقاش معايا المشاكل. هذا راه بالليل ما كياكلش الدواء، كياكلوا بالنهار. يرحمكم ميكو عليه، ما تدوش معاه. ملي تبغيو دودو معايا وراه هدي من الجنوب. راه هذا السيد هذا اللي دار فيا غير تعرض لي في المحطه ودارني في طوموبيلته وكتفني عاد دارني في الكوفر. انا راه منين جا هو من البلاد، من القصر الكبير، من قصر السوق، من الرشيديه. انا اللي هزيته من الكار. ما كان كيعرف والو. جايب معاه كارطونه ديال التمر ديتها له صافي. ومصيفطني في ديك المحطه الجديده، ما عرفت لا فين ندخل لا فين نخرج. جاي يدير لي سميتو ديك السانتور سيكوريتي ولا سميتها، قريب ندير فضيحه تما. كنقول اش باغي تخنقني ولا ما كيعرف والو. شي في هذا السيد هذا ما كيعرف حتى شي واحد. الرباط كله كيعرفني غير انا. لا ماشي غير، استغفر الله العظيم، مش من غير انا. اش دخلني انا؟ الله انزل عليا اخويا. الله يحفظك. تبغي تصيفطنا للحبس؟ هبط عليا اخويا، هبط اخويا. تملي انا اش كنسال في الرباط انا. دير اخويا. استغفر الله العظيم. مبروك الاخوان. كيف ما قلت اليوم الدوله الجزائريه، انا غنحاول نطلع الخوت شي 4 ولا سميتو، لان الخوت كيبقاو يسالوا بزاف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا رضوان. تحياتي حبيبي. مرحبا بك خويا. مرحبا بك. سبق تزين يا خويا رضوان، سبق تزين. هو الاول. مرحبا بك حبيبي. مرحبا بك خويا. تفضل حبيبي. خويا الجزائري مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا. واش راكم خاوتنا المراكا وخاوتنا الحمروكيين؟ الله يخليك اخويا الكرغولي. تقدر تفضل وتحضر معنا المره الجايه. مرحبا بك سيدي. تفضل اخويا. السلام عليكم خويا رضوان. تحياتي اخويا. تحياتي. مع كل احترامي لك خويا رضوان، مع كل احترامي لك اخويا، اليوم تتبردع فينا. انا مغربي خويا. راه عطاف راه هو اللي مشى باش بوريطه ما يدوزش الدكاكه على بوليزاريو. راه هو مشى بزز منا، واقف مريح معنا تما باش ما ندوزوش حنا الدكاكه على بوليزاريو. لا ما تبرد لنا، الله يرحم الوالدين اخويا رضوان. ولكن بيني وبينك، كيفاش حسيتي بها انت كمغربي لما ركعتي الجزائر وجلستيها معك في الطبله؟ وماشي انت، شوف انت بقيتي بعيد، جبتي طيارتك جلستي نعم سيدي. الباريس استقبل بوريطه ترونكيل، خوتنا كيضربوا قهوه ديالهم مع راساتهم، وميريكان كتجيب من هنا بالسلسله، من هنا كتجيب احمد عطاف وتبون وتجلسهم في الطبله معنا. كي جاتك هاد اللعيبه هادي؟ انا تفكرت عمي تبون فاش قال لهم اش من الحكم ذاتي ولا قصاص جوحه ولا هو بزز منه دابا ريح. هيا كيما قلت لك اخويا، راه عطاف راه مشى هو مراقب زعما باش ما ندوزوش الدكاكه على بوليزاريو، باش ما نقولبوهمش. راه بزز منا جا معنا.
السلام عليكم اخويا. تحياتي يا حبيبي. تقدر تنزل، تقدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. زين اخويا. قول لي يا رضوان اخويا فين بغيتي هاد طبوني بات دخلنا لك والله اخو رضوان. دابا اشنو غيقول الا بغى يدير شي انترفيو فين غيدير اشنو غيقول فيه؟ دابا هو كل صباح شي عنده الحياه خاويه، الساعه اللي مشيتي تلقاه خاوي، هو كاع الانترفيو ديال الجزائر يدوز فيهم. دابا واش غتبقى يبان لك في شي انترفيو ولا كيقول هبط النفط طلع النفط حنا دوله حنا هادي؟ هادشي اللي واقع اليوم. ولكن تجلسوهم معكم في الطبله صحه. اسمح لي. وراه دابا المشكله راه هو راه ما كاينش، ولكن داك اللي جا راه منع عليه طبوني يجي للجزائر اليوم ولا غدا، تدوز السيمانه وتبرد القضيه اللي يمكن لي يرجع. نعم. انا بقاو فيا خوتي. دابا شنو بقاو فيا خوتي في الجزائر اخي، بقاو فيا غير خوتي في الجزائر. واخويا اش غنقول لك، الله يجا ربي يكون معاهم هذوك الناس مساكن. اخويا اش غنقول لك صراحه، بلاد ما فهمتش ملعن مع شي حاجه باقا ما بداتش. الباج اللي دخلتي ليها في ديال الجزائر غير جبيلات غير بغريلات غير جبيل وباقي ما بداش، دار لهم سكه وحده كديما تجيب. صافي ماشي مشكل، ماشي مشكل. الله يكون معاهم حبيبي. تحياتي ليك. تحياتي تحياتي. الله يحفظك يا رضوان. تحياتي اخويا. وسويفون. مرحبا. السلام اخويا رضوان. تحياتي ليك. تبارك الله عليك. مرحبا بك. تبارك الله المغاربه كاملين. وديما انتصار اخويا. حنا عندنا النيف دابا هما تيخداو الفشل ديالهم في هذاك الشيء ديال ايشي. اجيو الوجدان نعرفكم رجال ديروا بحال داك الشيء اللي تديروا في ايشي. اجيو الواقع اما مشيتي تما دير واحد الصاد ديال الجير باش تخدى على واحد الفشل ديالك في مدريد، راه حنا شي فاهمينو. السي بوريطه راه داير خدمته، وتشوفوا الفشل ديالكم. القنوات الامريكيه تيضحكوا عليكم بانكم عندكم حلفاء هكا ايران فنزويلا وشي كامل امريكان دايرين منه قيو عليهم. والمغرب راه معترف بالاتحاد الاوروبي، العرب جميع الاجناس تدي الى المملكه المغربيه الشريفه. اخويا عندك شي سؤال اخويا رضوان؟ كنت بغيت نسولك اخي الاتجاه المعاكس. دابا انا وياك نكونوا مخاصمين مثلا، انا وياك بيناتنا خصومه، جابني السي امين من يدي جرني من هنا وجلسني معاك في الطبله صحه، غنجلس ولا ما نجلسش؟ وغتجلس لانك بيض قبل انك غتتهضر، فهمتيني، لان الاعلام ديالك مخبي عند المغرب، والواقع ديالك بان الجزائريين دايرين قوابر على الزيت. غير يجرب لا ما نقول لك وما كاش يشوف فيها. والمغرب المغرب 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 اللي تعجبوا هاد الناس هادو تيبردعوا الجزائريين. واش اللي بغينا؟ عجبتني الكلمه ديال بعد ديال الهضره ديال داك الشمكار اللي كان قالها. راك عارف شكون هو الميساج، لان دوله ضعيفه اخويا رضوان زايد، والاعلام ديالها تبردع في الشعب ديالها. وللاسف هذا فين كاين. والمغرب ساكت ودير خدمته تبارك الله عليك، محتكر ولا محتكر كل شيء، ورغم ذلك غادي مستمرين والقافله تسير وكلاب تندع. تحياتي اخويا. الله يجعل البركه اخويا، الله يجعل البركه. تحياتي اخي الاتجاه معاكس. تبارك الله عليكم وعوشكم مبارك. الله يحفظك اخي الاتجاه معاكس. الله يحفظك حبيبي. السي امين الا كان ممكن تعاود تقرا لنا الله يخليك لا ريزوليسيون او القرار بلوتو ديال مجلس الامن. مرحبا بك خويا. واخا هو نشوفوا غير داك الاول شويه ونرجعوا من بعد داكشي. القرار 27/97 سنه 2025 الذي اتخذه مجلس الامن في الجلسه 10/030 المعقوده في 31 تشرين الاول. هما اللي كاتبين المعقوده نورمالمون المنعقده شغلهم هذاك. انا قريت داكشي اللي كيتسمى نورمالمون المنعقده. ياك متفق معايا؟ المنعقده هو المنعقده. المعقوده لو هذا 4 فيه بودان ديال وجدان. هذا خطا في مجلس الامن اللي ترجم خطا في المترجم ديال الترجم ما عرفش يترجم. حتى انا قريت ديك المعقوده وبديت كان هذا المترجم ديال المجلس ديال الامم المتحده. اصل القرار بالانجليزيه ولا القرار الاصلي هذاك الشيء راه تعطل. راه بالمناسبه راه تعطلوا واحد الايامات في الترجمه الا عقلتوا. عيقوا كاع. تعطلوا في الترجمه. فاتوا القياس كاع. ماشي مشكل. نمشيو للمعقوده. تفضل. ماشي
المهم على العموم قال لك سيدي وإذ يشدد على أهمية احترام وقت إطلاق النار وتجنب أي عمل يقوض العملية السياسية. يعني قال لهم اللي ضرب شي قرطاسة شغلوا هذاك. وإذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين ويشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية، هذه كيضربوا فيها في كرغوليا الشرقية. كما يكرر في الوقت نفسه طلباته، شوف هنا، لتسجيل اللاجئين، سيروا تسجلوا اللاجئين اللي عندكم اللي كتسميهم لاجئين باش نعرفوا شكون هما. وقد نظر في تقرير الامين العام المؤرخ في كذا كذا يقرر، قلنا هنا تمديد بعثه المينورسو حتى 31 تشرين الاول اكتوبر 2026، يعرب عن دعمه الكامل للامين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات واجرائها على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل الى حل عادل ودائم للنزاعات قبله الأطراف. يهيب بالأطراف إلى الشروع حتى إلى ما كايناش هنايا في هذه المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. اللي بغى هذا الشيء يدخل لمجلس الأمن، يدخل بلوتو الموقع الأمم المتحدة. واخا هذا الشيء داز نهار 31 أكتوبر. أرانا اليوم وزارة الخارجية خوتي الأمريكية خرجت لنا واحد الأخبار اللي مخبينها على الجزائر، مخبينها على المواطن الجزائري. كتعرفوا المواطن الجزائري دائما ما كان كيقول غربية غربية غربية، وكنا كنقولوا له اخوتي راه حنا حاكمين الأرض بالقوة، شتي واخا يجي اللي جا حنا حاكمينها بالقوة، قوات ماشي قوة واحدة، بالقوات شادين الأرض، كاع الأنواع ديال القوات حنا باش شادينها، القوة السياسية، القوة العسكرية، القوة كاع القوات كامله. نقراو شنو قالت وزاره الخارجيه اليوم. الخارجيه ديال امريكا، الخارجيه الامريكيه ها هي. شي وحدين كيقولوا لي سميتو، ها انتم الخوت باش تشوفوا غير نص الصفحه، راه الصفحه فعلا ديال انت الخارجيه الامريكيه، راه ماشي يدخلوا للتويتر، يدخلوا الاكس ويكتبوا الخارجيه الامريكيه ويدخلوا لها مباشره. ماشي غير كنشيروا، ماشي كنشيروا ولا كنمشيو ندخلوا الموقع، ماشي هو هذاك ولا وزاره الخارجيه الامريكيه. راه خبر واحد، اخر خبر ذات وزاره الخارجيه الامريكيه هو هذا اخر خبر. ها هي راه فيها شي 1,600,000 ابوني. ها انت راه الباج فيريفي. ها انت بعثه الولايات المتحده لدى الأمم المتحدة، نقطتي تفسير هنا. قامت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتيسير محادثات في مدريد بإسبانيا جمعت المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. تنفيذ قرار المجلس الامن الدولي رقم 2797. قالوا لهم اجيوا لهنا باش ننفذوا القرار، سالينا القرار راه قرينا فيه الحكم الذاتي نتشلل. عيب اصاحبي، عيب ان الجزائر اليوم تجلس في الطاوله معنا حنايا، حنا مطبعين. عيب ان الجزائر تخضع وتركع بهذه الطريقه هذه. السلام عليكم. فين السردوان؟ تحياتي اخويا، تحياتي اخويا. كيف الحال؟ الله يحفظك اخويا حسن. انت مزيانك؟ انت بخير؟ الحمد لله اخويا. انا عام متابع وصافي. مرحبا اخويا، مرحبا بك اخي. الله يحفظك، الله يجزيك خير. تحياتي الله يسهل امرك. الله يحفظك، اللهم امين، امرنا جميعا. شكرا شكرا السردوان. الله يحفظك اخي. شحال الجمجمه امين تما؟ السلام عليكم. خويا 560,000 الخوت ما يسالي الله يقدر يجيبوا المليون. 560,000 راه ناقصه بزاف الاخوان. تفضل حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك اسيدي. والله المنطق عند المغاربه مختلف جدا على ما يتقبله العقل. لازم تكون مسطي باش تفهم كيفاش يخمم المغربي. المغربي اليوم يسوي، وخصوصا لما يكون صحفي كما تاعك رضوان، ويسوق للمغاربه على انه جلوس الجزائر للتفاوض على سياده المغرب على اقاليم
يعتقد انها ارضه، يسوق على انها انتصار. سبحان الله. لا يعني انت دوك رضوان لا واقيلا لا. دابا الخايب هو انك تكون في واحد البلاد اللي نورمالمون فيها كل شيء قاري، وتكون امي جاهل ما قاريش. وإلا كنتي ما عنديش المشكله، انا نقدر نرجع معاك القرار 27 97 ونخليك تقرا انت ونرجعوا نقراو القرار. تفضل يا سي امين، اعطيه يقرا هو القرار. ما كاينش مشكل، اعطيه يقرا القرار السي يلا. امين. ما كاين القرار منين ما بغى، ماشي مشكل. كتبروا الصوره يقول لنا فين نمشي. فين بغيتي نمشيو نقراو القرار؟ منين؟ حط القرار، كبروا ارضه. اي منين بغيتي نقراو القرار؟ من مجلس من الامم المتحده؟ من الاول من الاخر منين؟ اختار كما يحب هو، كبر برك. مرحبا، اعطيه يقرا هو. مرحبا. هو هذا القرار الامم المتحده مجلس الامن. القرار ها هو الرقم ديالو اس 27 97. ها هو من الامانه العامه. القرار 27 97 2025. رقم الجلسه ها هي التاريخ 31 اكتوبر 2025. كيقول لك هنا هذو القرارات يعني حبس كما راك انا اللي نقرا. ويرحب باي اقتراحات بناءه من الاطراف ردا على مقترح الحكم الذاتي. ما قريتهاش اي ردا على مقترح ماذا؟ على مقترح المغرب. مزيان. كاين مزيان. دول الاطراف. دقيقه برك، الناس اللي راح تجلس معك على طاوله الحوار تتفاوض على سيادتك نتايا. لا ماشي على سيادتي، تفاوض معايا على القرار ماشي على السياده انا حاكمها. الموضوع تاع القرار شنو هو؟ سياده المغرب على هذيك الأقاليم. لا ماشي هو السياده. لا الموضوع ماشي هو السياده نشهد لازم. الموضوع هو مبادره الحكم الذاتي. اما السياده انا ابسط سيادتي عسكريا على تلك الارض. كاين شي اكثر من عسكريا؟ علاش قاعد تتفاوض مالك؟ قاعد باسط السياده تاعك. راح تخسر علاش تركع وتنبطح الناس؟ انا ركعتك انت وبطحتك انت وجبتك تجلس معايا. انا شد الارض عسكريا. كاين شي قوه من عسكريا؟ بارك الله فيك. واش المغرب علاش تفاوض في الصحراويين اذا كان تباسط السياده تاعك على دابا غير جاوبني غير اسمع السؤال وغنقول لك. اسمع السؤال ونقول لك علاش كنفاوضوا. هو اسمع السؤال خليني نهضر. شكون من يبسط القوه عسكريا، النفوذ ديالو عسكريا اليوم فوق تلك الارض؟ شكون اللي بسط النفوذ؟ تفضل. جزئيا واخا سيدي. جزئيا مزيان. جزئيا شكون اللي باسط؟ انا غنمشي معاك بالمنطق ديالك. شكون اللي باسط اليوم النفوذ ديالو على 70% كي كتقولوا نتوما؟ المغرب. مزيان، متفقين انه المغرب. غير بشويه غنمشيو غير دقه. ياك منطقيا انا بسط النفوذ ديالي كما كتقول انت على 70%. مزيان. انا اليوم دونك علاش كنتفاوض؟ انا باسط ديجا 70%. علاش غنكون كنتفاوض مثلا على 30%؟ لا انت 70% تاعك هو كتفاوض عليها، وانا باسط عليها انا باسط عليها النفوذ. ولوجيكمون غير لوجيكمون دابا سير معايا غير باللوجيك. المغاربه عادي جدا. المغربي راه عايش في الارض باسط عليه النفوذ ديالو، ما نكذبش عليه. علاش يتفاوض مالا اذا باسط السياده تاعو؟ علاش يتفاوض؟ علاش راك تتفاوض مع الجزائر على السياده تاعك؟ كنتفاوض مع الجزائر على رجوع اخواني اللي تما. تعرف رضوان خوتي اللي تما. انت دارك، هذه دارك، وانت 50 سنه وانت تقول لهم داري. ماشي داري، انا ساكن فيها. خليني نهضر، ما خليتنيش نقول معك جمله، ما خليتنيش نكمل معك. قول. انت 50 سنه وانت تقول لهم داري، وعندي الوثائق التاريخيه والبيعه و3 كيلومتر تاع منيب من الوثائق، وجابت لنا فرنسا 2 ملايين وكذا. في نهايه المطاف تقعد مع الجزائر تتفاوض على السياده تاعك حول هذيك الاقاليم. في نهايه المطاف ركعتوا الجزائر وجبت الجزائر مرغمه تجلس مع. شوف
نتفاوض على داركم. لا ما نتفاوضش، جبتك باش انت شوف، نتفاوض على داركم انا. نتفاوض على داركم. جبتك مرغم اخاك لا بطل، ركعته الجزائر وجبت الجزائر كطرف في النزاع. اسمع معايا، علما ان الجزائر كتقول لك لست طرفا في النزاع، وجبت الجزائر باش اليوم تجلس معايا وتتفاوض. موريتانيا طرف في النزاع، طرف. سبحان الله، سما كنا نسالوا في هذيك الارض. لا موريتانيا طرف في النزاع. ما انت اش كتعرف على الصحراء الغربيه انت؟ نعرف والله، غير نعرف خير منك. اش كتعرف مثلا؟ والله نعرف. متى استعمرت الصحراء الغربيه؟ سنه 1983. 1883. داكور. 83 ما 83. 1983. لا باينه 1800. ريح رضوان انت يا دار انت حتفاوض معانا. انا غنهضر مع واحد اللي 1883. واش هذا مضروب فردي خاوي؟ واش هذا واقيلا من دوك 3 المليون اللي ضاربين في البصاروخ؟ سير تنبك، سير تبلني هنا. واش انا باز اخويا راه رضوان اللي كيصبر لكم. واش انا غادي نهضر مع واحد اللي كيهضر لي على 1000 يا ربي، هذا اش غتفاوض معاه؟ انا جبتك انت بلادك، جبت عطاف يجلس معايا في الطبله، وما انت لا انت مقصر بك. عطاف جبتو جلس معايا في الطاوله، ركعتو عطاف وركعتو الجزائر واجلستهم معي في الطاوله. هذاك على الاقل ما يقولش لي 1983 على الاقل. انا تنقول لك اخويا، انا ابسط سيطرتي على الارض، شاد الارض بالعسكر بالشرطه، وعندي الناس ديال دوك الارض اليوم تيصوتوا في البرلمان المغربي، ممثلين في البرلمان المغربي، عندهم 43 برلماني، وعندي دوك الناس كيديروا العمليه السياسيه كيصوتوا بحالهم بحال المغاربه، وعندي دوك الناس كيقولوا عاش الملك، وعندي ناس اخرين في بلاد اخرى اللي هي الجزائر، منهم من هو محتجز ومنهم من هو كيطلب دوله من حقه عادي. انفصاليه راه كاينين. علاش اليوم ما كاينينش في الجزائر اللي كيطالبوا باستقلال منطقه القبائل؟ نفس المساله، هذاك كيطلب وهذاك كيطلب. هادو اللي عندي انا ما كيطلبوش حيت هما بغاو يطلبوا، حيت الجزائر قالت لهم طلبوا. انا هادوك اللي قالت لهم الجزائر طلبوا هما اللي باغي الرد عندي، وهادشي علاش كنتفاوض معاهم باش نقول لهم رجعوا لبلادكم تحت السياده المغربيه. فهمتي؟ اليوم انا جلسوا باش يشوفوا كيفاش غيكونوا البوليس ديالهم تما، وكيفاش ماشي البوليس، كيفاش غيكون البوليس. راه يكون عندنا واحد، ولكن غتكون عندهم شرطه محليه تما، لا بوليس مونيسيبال ديالهم غتكون تما. هذه بون الحويجات اللي غيتناقشوا عليها كيفاش تكون، ولكن غيكون الامن الوطني، وغتكون عندهم شرطه محليه تما، وغتكون عندهم وزاره ديالهم صغيره تما، وتكون عندهم حكومه صغيره. هادشي علاش غنتفاوض انا وياهم، ولكن كلهم غيقولوا عاش الملك. فهمتي يا اخويا ولا ما فهمتياش؟ والله ما كاينش اخوتي مع من هادو كنتناقشوا مع المكلخين. والله عادوا ما تناقشش معاهم في هاد المواضيع، عادوا خليهم في داكشي ديال الزيغو الواد الحار. تناقش معاه الا كان رئيس ديال الدوله ديالو وبنادم مازال مصارع مع القوارض والحشرات. السي رضوان هادشي الجزائري ناقش معاه غير هادشي ديال الدجاج. قول لهم مبروك الدجاج، مبروك الدجاج البرازيل، مبروك هادشي البسيط. بارك. تحياتي اخوتي. هذا ما شاء الله. شكرا اخي امين، تبارك الله عليك. تحياتي. تحياتي السي رضوان.